السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا. لو كنت اول مرة تشوفوني، انا قناة طلباتك امر مع هبة، جاية النهاردة عشان خاطر حبيبة قلبي متابعة من متابعيني طلبت مني طريقة عمل السمبوسك ولفها ازاي بأبسط طريقة، وده كان تعليق اهو معانا. تعالوا بقى كده نبدأ معانا ونصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ونشوف مقاديرنا ايه هي. اللي انتوا شايفينه ده، دي معلقة دقيق حط عليها معلقتين من المية ومدوباهم في بعض عشان دي اللي هقفل بيها السمبوسك. الحشوة بتاعتي كانت عبارة عن جبنة عادية اللي هي فيتا او دومتي العلب ديت، وحط عليها جبنة موتزاريلا. تمام. طبعا الحشوات دي انتوا زي ما انتوا عايزين، انا جاية بس هنا بوريكم لف السمبوسك مش الحشوة دي. عايزين بعد كده اقول لكم الحشوات اللي بعمل بيها السمبوسك، عيوني ليكوا طبعا. انتوا لو حابين هقول لكم انا بحشيها بحشوات كتيرة جدا. هنا زي ما احنا شايفين انا بدأت احط طرف السمبوسك على الطرف التاني واعملها كده شبه المثلث او بزاوية، وبعد كده بحط الحشوة جواها وببدأ احط الطرف السمبوسك على الطرف التاني على حرف السمبوسك زي ما احنا شايفين كده. اكيد واضح في الفيديو اكتر من اني اكون بشرحها. وببدأ بقى الحرف الاخراني ده اللي في السمبوسك، ببدأ كده ان انا احط عليه اللي هو الدقيق بالمية اللي انا قلتلكوا عليه، وبدخل الطرف ده في السمبوسك كده من جواها، بحيث ان يبقى شكلها زي ما احنا شايفين كده مقفولة معانا ويكون شكلها مظبوط جدا. طبعا اللفة بيختلف من حد لآخر. بصوا زي ما احنا شايفين بمسك اهو الطرف بتاعها وببدأ اتنيه كده تانية والتانية التانية، وبعد كده ببدأ احشي الحشوة. زي ما انا قلتلكوا بيختلف طريقة اللف من حد للتاني. بس انا بشوف ان الطريقة دي بتكون افضل بكتير. زي ما دلوقتي مرات اخويا هتشوفني هتقول لا انا بحب اللفة التانية، لان انا وهي بنختلف شوية في اللفة بتاعة السمبوسة، بس بيبقى كل واحد حسب ما بتريحه الطريقة اللي بيلف بيها. دي بالنسبة لي بتكون اسرع واسهل بكتير جدا. طبعا لو انتوا حابين بقى بتضيفوا شوية زيتون على الجبنة، بتضيفوا شوية يعني جبنة رومي، اي حاجة انتوا حابين ان انتوا تضيفوها في الحشوة. طبعا بتتحشي باللحمة المفرومة، بتتحشي بالجبن وسبانخ، بتحشي فراخ، بتحشي حشواتها كتيرة جدا. لازم زي ما احنا شايفين كده واحنا بنشيل لفة السمبوسك كده، ورقة السمبوسك بنشيلها بشويش جدا عشان خاطر ما تتقطعش معانا. لفت لكم بدل الواحدة كذا واحدة عشان اوضح لكم الطريقة تكون باينة قدامكم وواضحة. لازم تبقى شكلها كده، وابدأ احشي الحشوة بتاعتي، وبعد كده ابدأ ان انا الف فيها. زي ما قلت لكم بنمسك طرف السمبوسك نحطها على الطرف التاني كده، بحيث ان يبقى ده شكلها الشكل المستطيل او قصدي المثلث زي ما احنا شايفين كده. بس كده بتكون طريقتنا سهلة وبسيطة عليكم. يا رب ما يكونش تقال عليكم او طولنا. حاولت ان انا اكون الفيديو قصير جدا بحيث ان ما يبقاش طويل على الفاضي، لان انا بس بوريكم اللفة بتاعتها مش اكتر. ما تنسونيش في اللايك، في الشير، في السبسكرايب، وشيروا الفيديو لكل اصحابكم. اسيبكم في رعاية الله، مع الف سلامة.